مع حضراتكم فعاليات الدورة المجمعة الثانية لتحديد بطل الدوري الممتاز المصري المرتبط لكرة السلة لهذا الموسم. ثالث مباريات هذا اليوم بين سبورتنج والشرطة. سبورتنج يتقدم في الكوارتر الأول والثاني 37-36. يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ أحمد حسن عضو مجلس إدارة نادي سبورتنج والمشرف على فريق السلة والمصاحب للفريق هنا في الدورة المجمعة بالقاهرة. أستاذ أحمد برحب بيك واقول لك سبورتنج عامل طفره السنه دي في السله، يعني قدرتوا تاخدوا بطوله كاس مصر، ماشيين حتى الان بمستوى جيد في بطوله الدوري، اعتقد يعني عامل حاله طيبه داخل الدوري الممتاز لكره السله. طبعا الحمد لله النتيجه ما جاتش صدفه، انما احنا شغالين بقالنا اكتر من سنتين. وعايز اوضح برضو للناس جميعا ان هو الموضوع داخل فيه كذا عامل، سواء اللعيبه او الاداره او الجهاز الفني، كل واحد متخصص في المجال بتاعه بيعمل شغله، هو ده اللي بيحقق الفوز في النهايه. شايف حضرتك فريق السله يعني قدرتوا تعملوا فريق كويس، مدير فني جيد، فيها بعض عناصر الخبره، مع عناصر الخبره اللي موجوده فيها اعمار اصغر اعمار موجوده في الدوري، اعتقد يعني عندكم لعيب 17 سنه ونص مضمون للفريق، فاعتقد يعني خلط بين الشباب والخبره. طبعا هو العدد بتاع الفريق الاجمالي 16. ال 16 متوسط الاعمار بتاعتهم لو جمعت اللعيبه كلها تلاقيها متوسط 23 سنه. في طبعا الخبره اللي هو بتمثل في كابتن احمد منير وكابتن الكرتاني وكابتن وائل بدر وكابتن محمد خورشيد واحمد هشام، وعندنا الجزء الثاني الصغير خالص اللي هو ايهاب وعابدين، ودول اصلا ما تموش 18 سنه، عندهم 17 سنه، وبقيه اللعيبه بتبقى في المرحله السنيه اللي هي بين العمرين. الفوز بالكاس ادى طموح لسبورتنج اللي هو يبقى عنده امل في بطوله الدوري المرتبط، بطوله الدوري السوبر، اللي انتوا تقدروا تنافسوا وتخشوا يعني تزاحموا على بطوله الدوري. طبعا هو سبورتنج فاز في تاريخه مرتين بس قبل كده هو بالكاس من 35 سنه ومن 5 سنين، ودي ثالث مره، انما عمر ما حصل نادي سبورتنج فاز بالدوري، وهو ده الهدف الاساسي اللي احنا شغالين عليه. فاحنا لسه ما جبناش حتى نص الطريق. الهدف بتاعنا هو بطوله الدوري، بطوله صعبه ومعقده جدا وطويله، وحتى زي ما انت شايف النهارده المستوى طبعا بيحتاج على طول متابعه وبيحتاج على طول شغل، الموضوع مش سهل زي ما الناس ان هي متخيله. كابتن مرعي كان معايا فبقول له حققتوا نتيجه كويسه، قال لي انا طلبت 1 2 3 4 الاداره وفرتها ولسه ما حققناش نص اللي احنا طلبناه، يعني اللي هم طالبينه منه ما حققناش نصه، ولكن اللي انا طلبته جه. يعني هو كابتن مرعي كابتن متواضع طبعا، انما احنا مسمينه جنرال، هو اجتهد جدا، وانما هو بيحط دايما نفسه وراء الكواليس، وانما كابتن مرعي من الاسباب الرئيسيه اللي احنا في المستوى فيها النهارده، وهو اجتهد جدا والنتيجه ابتدت تبان، ولكن زي ما قلت لسيادتك احنا لسه الهدف بتاعنا جاي وصعب ان شاء الله، وربنا يقوينا ان احنا نحصل على الدوري باذن الله. طول بطوله دوري مرتبط كناحيه اداريه بقى مجهده ومكلفه ومتعبه لحد كبير، ولا شايفها ازاي؟ طبعا الدوري المرتبط دوري طويل، والماتشات بتاعته اجلت حاجات كتير جدا، حتى بتاجل المنتخب، والمنتخب عمل توقف حوالي كمان 70 يوم. كان في الموضوع اداريا ان انت تدير بقيه اللعيبه او بطوله المرتبط كانت عمليه مجهده ومتعبه جدا. شايف حضرتك النهارده يعني الشرطه قدرت يبقى فيه نديه شويه، ولكن الخبره بقى كابتن احمد مرعي ينزلها وقدرتوا تحسموا المباراه بسرعه الشوط الكوارتر الاول والثاني. يعني ما فيش داعي نستبق الاحداث، نستنى لغايه اخر المباراه. احنا عندنا ظروف صعبه، انا مش عارف ايه اللي بيحصل، احنا عندنا 4 لاعبين مصابين الحمد لله، يعني قدر الله ما شاء فعل، ولكن خلينا نتكلم بعد المباراه ان شاء الله. نشكر حضرتك جدا. شكرا يا فندم، مع السلامه. مشاهدينا الكرام احنا مستمرين مع حضراتكم ما بين شوطي المباراه الثالثه في الدوره المجمعه الثانيه اليوم الاول تحديد بطل الدوري الممتاز المصري المرتبط في هذه البطوله التي يتصدرها سموحه والاهلي في هذه المجموعه، سبورتنج والثلاث فرق الاخرى تتصارع على باقي المراكز، الاولمبي والشمس في هذه المجموعه. يسعدنا ان يكون معنا كابتن وليد ابو سريع. كابتن وليد، ايه اللي حصل في الكوارتر الاول والثاني؟ الشرطه ايه كان هيعمل مفاجاه ولا ايه؟ خطف الكوارتر الاول، ولكن كابتن احمد مرعي عمل تغييرين 3 قدر يرجع المباراه ثاني. لا هو طبعا من الناحيه الفنيه عايزين نقول ان الشرطه ما عملش مفاجاه ولا حاجه، هو الشرطه مستواه كويس، بس الكابتن احمد مرعي لاعب الشرطه فنيا وادى فرصه للولاد الجداد، ادى فرصه النهارده لعز الدين فريد في الظهور، عمرو عبد الغني في الظهور من 5 ستاندنج، وخزن اوراقه الاساسيه، وائل بدر وخورشيد وحمدي بن شريف كل دول ما كانوش موجودين في الاول، احمد هشام بس اللي كان موجود من العناصر الاساسيه، بدا يدفع بالتدريج بالعناصر الاساسيه بتاعته، حمدي نزل وخورشيد نزل واحمد مهيب نزل وبعد كده وائل بدر نزل، كل دي العناصر اللي خلصت لقاء سبورتنج والاهلي لو تفتكر في نهائي كاس مصر في الفتره الثالثه والرابعه. احمد هشام خرج وبدا يريح شويه،
فعشان كده العناصر بنقول في يعني فيش فرق شويه بين العناصر البديله. هو عايز يدخل العناصر البديله في جو المباريات، عايز يخليهم كل المستوى واحد، يعني عايز يخلي مش 12 بس، عايز يخلي 15 لعيب عنده جاهزين. النهارده بنشوف في تشكيله الفريق اللي كان مختلف عن تشكيله نهائي كاس مصر، عز الدين فريد جديد ما كانش جوه، عمرو عبد الغني ما كانش جوه، النهارده ايهاب امين مش موجود خالص في ال 12، اللاعب تحت 18 سنه اللي كان موجود في نهائي كاس مصر ممكن لانه ما علوش الدور يلعب. عمر عابدين ناشئ جديد اول مره نشوفه، او اول مره انا اشوفه بيلعب النهارده في التشكيله الرئيسيه. اذا هو بيدخل يعني احمد مرعي برضه عشان نقرا افكاره بيدخل اللعيبه الصغيرين واللعيبه اللي ما كانتش بره، كانت بره ال 12 جوه الجيمات تاني، عشان يبقى دايما ال 15 او ال 16 او ال 17 عنده جاهزين. وهي جمال ومتعه التدريب انك تلاقي حيره في اختيار ال 12، حيره في اختيار الخمسه. اذا كان كل ال 12 وال 15 كلهم كده بنقول بلغه الباسكت ياكلوا في بعض عشان يبقى هو اللي في الملعب، هو ده المطلوب اثباته. ده من الناحيه الفنيه دي ايه؟ هي تعصيه. طبعا دي الناحيه الفنيه بشكل عام، ولكن في ناحيه فنيه حمدي بن شريف انا شايفه لعيب طويل، اصل بيلعب ارتكاز على رجل، الفوت ورك بتاعه عالي، بيستلم بيحط يخلص الكره على البنده، يعني بيلعب السهله. عنده كمان حاجه ثانيه، ده بيشوط بثلاثه، يعني هو لاعب تونسي، لاعب متكامل، طوله مش فارع لكن عنده تصويب للثلاثي رائع، عنده الفوت ورك بتاعه لانه بيلعب مركز 4 كمان، يقدر يلعب مركز 4 كويس جدا ويشتغل مع البيفوتات، يعني بيقدر يستغله كجوكر ما بين كلاعب ارتكاز كبره، يقدر يشوط من بره. البيفوت لو سقط عنه شويه بس كده ويقول ده بيفوت وما بيشوطش، يقدر يروح مديله واحده. فيعني هو ده حمدي بن شريف. لكن النهارده هو برده اداؤه نقول انه لسه ما ظهرش قوي، نقول ان فريق من ناحيه الفنيه ان فريق سبورتنج في الناحيه الدفاعيه كان مش كويس او مش مظبوط، والكفرنج والتغطيات مش مظبوطه، والروتيشن في الزون بريس ما كانش مظبوط. لما شفنا لما طلع وانا علقت عليها احمد مهيب لما ما نزلش عمل دروب في الزون بريس، لما اتعمل هنا على الكوره دبل تيمينج الدروب كان المفروض يبقى اسرع من كده فسحبوا على طول. شفنا حتت فنيه، لقطات فنيه حلوه في الدفاعات اللي هي المان لما قلب الملعب مان جاب السكور تاني وزون بريس والمان وبيلعب المان بريس اللي معاه الكوره اضغط عليه. كابتن احمد مرعي يمكن في فلسفته بيعتمد على الناحيه الدفاعيه والتيم ديفنس، يعني دفاع قوي قوي التيم ديفنس وكله يبقى فاهم، فلو الخمسه ما اتحركوش مع بعض كتيم ديفنس هيبقى في خلل، هو بيلاقي الخلل ده بيروح ساحب على طول، ويروح ساحب مغير، يعني يشوف برده يديله التعليمات ويقدر ينزل تاني يكمل، المهم ان هو يعرف غلطه فين. الناحيه الدفاعيه دي بيتميز بيها، النهارده تميز وبدا يلعب كده في واحدتين ثلاثه لما الكره اتشاطت من احمد مهيب ثلاثه في الاخر، بدا يعني مش عايزين نقول يعزف لكن بدا هو ده اللعب الصح، ان انا اثار النفس، وائل بدر لاحمد منير، احمد منير فيك وشوت ويروح رايح الناحيه الثانيه، وهو ده اللعب السلس المريح اللي هو يخلي الباسكت يجي مستريح. كابتن وليد يعني متصدر المجموعه هنا الاهلي وسموحه، شايف الاهلي ازاي؟ وانا شايف كابتن اشرف توفيق مع مجموعه مع جهاز فني مع شكل متكامل وصوره متكامله. توفيق نفسه كمان يعني جهاز فني لوحده، بعيدا عن ان هو معاه طبعا كابتن ايهاب الالفي والكابتن ايهاب توفيق، لكن بنقول ان اشرف توفيق طبعا بيعمل شغل رائع. اشرف توفيق عايزين نتكلم عنه شويه، نقول ان اشرف توفيق عمل انجاز كونه انه يخسر كاس مصر من سبورتنج ويستطيع في اول لقاء ليه مع سبورتنج في اسكندريه انه يكسبه في الدوره المجمعه اللي فاتت. دي عايزه دفعه معنويه جامده جدا وجلسات ثقه واعاده ثقه جامده جدا، عايزه جرعه تدريبيه وفنيه وبدنيه رائعه عشان تقدر تفوز في لقاء زي ده مع فريق حاصل على بطوله كاس مصر ومعنوياته مرتفعه قوي. فلازم نشيد بالنادي الاهلي باشرف توفيق وجهازه واللي عمله في الانجاز ده، وانا اعتقد ان الاهلي والاتحاد مش عايزين نقول منافس شرس، مرشحين بقوه هم وسبورتنج الثلاثه لبطوله الدوري، مع احترامي الكامل لجميع الفرق. شايف طيب الفريق كشكل متكامل، يعني امين رزاق، في طارق الغنام، في ابراهيم الجمال، في شمسيه ابو خضره، اعتقد اللي عنده مجموعه كبيره جدا فيها خبرات وفيها شباب، ولكن اعتقد النادي الاهلي فرصته قريبه السنه دي المنافسه وممكن ياخد الدوري، ولا مع مشاكل الاتحاد مع سبورتنج برضو خبره مش قد كده؟ لا جدا، منافس الاهلي بطل الدوري الموسم الماضي، ما ننساش ان الاهلي بطل الدوري الموسم الماضي، الاتحاد بطل كاس مصر، فهم مرشحين بقوه. يعتبر المفروض نقول ان الاهلي هو المصنف الاول، المفروض نقول كده لانه بطل الدوري. الاتحاد السكندري مصنف الثاني ولكنه ايضا مصنف اول. سبورتنج ببطوله كاس مصر وهذا الفريق القوي الرهيب اعتقد انه ايضا يكون يدخل تحت دائره التصنيف الاولى، فانا عشان كده بقول المنافسه هتكون شرسه جدا من سبورتنج والاتحاد والاهلي، ويا ريت جماهير قناه النايل سبورت تفتكر الكلام ده، الثلاث فرق دول هم المرشحين للدوري مع احترامي الكامل لجميع الفرق. في النهايه مين الحصان الاسود في بطوله الدوري المرتبط السنه دي؟
الحصان الاسود بالنسبه للفرق الكبيره كله. يعني انا بعتبر ان فريق سبورتنج رغم ان هو شوف مصنف الاول هو بس سبورتنج كان السنه اللي فاتت خارج التوقعات، فنقدر نقول ان هو الحصان الاسود لكنه الحصان الاسود بروح البطوله بروح البطل، حقق بطوله، فدي اول حاجه يعملها الحصان الاسود ولسه هينافس على الدوري. اشكرك جدا كابتن. انا بشكركم شكرا. مشاهدينا الكرام، كانت هذه اللقاءات ما بين شوطين مباراه سبورتنج والشرطه، تتقدم 36 35 حتى الان في الكوارتر الاول، او 37 36 سبورتنج يتقدم على الشرطه. نترككم مع كابتن وليد ابو سريع للتعليق على الكوارتر الثالث والرابع من هذه المباراه.